مساء الخير عليكم. اليوم راح نعملوا مع بعضنا دورمة دجاج، يعني بطريقة سريعة وسهلة. نشوفوا مع بعضنا المقادير اللي يدخلوا في هذه الوصفة، يعني وطبق اقتصادي ويجيكم بنين. نشوفوا مع بعضنا المقادير. اولا نجيب البرمة نعملوا فيها طرف تاع الزبدة ونعملوا فيها طرف تاع زيت، ونخليو حتى يسخن الزيت تاعنا والزبدة، ونحط القطع تاع الدجاج تاعي نقليهم مليح. كي يتقلى الدجاج نزيد عليه البصل، بصلة هكداك كبيرة مقطعة يعني قطع صغيرة، ونقلي كلش مع بعضاه. وكتروا هكا البصل يجيكم مليح البصل يعني. نزيدوا لهم 3 سنات ولا 4 تاع الثوم، كيف نقليهم كل مع بعضهم. كي يتقلى لنا الخليط كيما هكذا نزيد له شوية تاع الملح وشوية فلفل اسود. وهنا عندي زيتون نحيت له يعني بدلت له الماء 3 مرات باش نحالو الملوحة، ونزيد معاه مغرفة صغيرة تاع طماطم مصبرة، يعني ما نكتروش، مغرفة صغيرة فقط مدلقو هذاك تاع الطماطم أنا نحبها. كاين اللي يعملها بيضة تاع البولي يعني دورمة البولي نورمال، لكن هذه تمدلها طعم هكا مختلف. نقليهم مليح ومن بعد نمرق بشوية، نبدا نمرق بشوية ونخليه يطيب لنا حتى يطيب لنا الدجاج تاعنا. هنا نروحو للدولمة تاعنا تاع الدجاج، نحكمو هنا الدجاج مرحي، نحط له شوية تاع البصل، نحط له شوية تاع الملح، نحط له هنا شوية تاع المعدنوس، هنا نحط له السنة تاع الثوم، 2 سنات تاع الثوم، هنا نحط البيضة، نزيد فلفل أسود، هنا نزيد المغرفة كبيرة تاع روز مرحي ونحرك، نزيد الملح، نسيت باه نقولكم الملح، ونحرك كلش مع بعضها هكا نعجنو. ونبدا نزيد في الخبز مرحي حتى تشكل لنا يشيح لنا هكا الماء تاع البولي هذاك، وتشكل لنا كرية. هنا زدت مازال شوية يحتاج الخبز مرحي، الروز هذاك مرحي يزيدلو هكا بنة للبولي نتاعنا، ونحرك كيما نقولوا نحرك مليح نخلط مليح. هنا كيما قلت زدت لها شوية تشرب هي، بصح نزيد بشوية ونشوف. كي نشوفها نشفت كيما هكا نبدا نكور فيهم، نعملهم كريات يعني صغار هكذا، باه نبدا نحطهم في البرمة تاعي. هنا الدولمة هذه مش راح نقلاها ولا من بعد نحط، لا هي الدولمة كيما تاع بكري، طولي لوحها يعني يكوروها ويحطوها في البرمة. هاي هنا تلمت لنا، هاي تعملنا بول نخليوها شوية دوك نلقاوها شربت، ومن بعد نبدا نكور كيما هكا. نجيب شوية ماء ونبدأ نمسح يديا بالماء باش متلصقليش فقط، ونكور هكا الكريات هذه حتى نكملهم كامل. هاهم هنا كملتهم،
دركا نبدا كي يطيب الدجاج تاعي ويطيب لاصوص تاعي، يعني نشوفو هكذا كمّل طيابو، نروح نلوح الدولمة تاعي تاع الدجاج. هاي هنا نشوفو دركا هنا طاب لي الدجاج سي بون، نبدا نلوح في الكريات تاعي، نقص شوية على النار ونبدا نلوحهم بشوية فقط. تجيكم دولمة روعة يعني وبنينة. ونخليها تطيب حتى يعني هكا نشوفها طلعت الفوق. هنا كي نشوفها طابت سي بون، نحط لها شوية تاع المعدنوس من فوق، ريحتها تهبل. هاي هنا طايبة، هنا راح نسقي طبعا. او هنا طبق الدولمة تاعنا تاع الدجاج واجد. أو هنا الطبق تاع الدولمة. إن شاء الله يعجبكم الطبق وتجربوه، ساهل خفيف ظريف وبنين. إلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.